اللهم إني وضعت بك كتفي وبك أرفعه. اللهم إني سلمتك نفسي، فإذا قبضتها فارحمها، وإذا أرجعتها فاحفظها، بما تحفظ به عبادك الصالحين. بسم الله. أخرون لعلي أعمل صالحا فيما رب أخرون فيما إذا شاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. رب أخرون فيما تركت لعلي أعمل صالحا فيما تركت. من ربك؟ ربي الله. ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ديني الإسلام. ماذا تقول في الرجل الذي بعث بكم؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. نبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيما ترك. رب ارجعون. أين الأهل؟ أين الأولاد؟ أتركتموني. أين أهلي؟ أين أحبابي؟ أين أولادي؟ أين أصحابي؟ رب ارجعون. رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. ما هذه؟ أين أولادي؟ أين أهلي؟ أين أصحابي؟ أين مالي؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما هذه؟ هذه أعمال خذها وعيها على الميزان، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار
يا ليتني أنفس، يا ليتني الحياة كلها في عمل الخير والبر والتقوى، فليس عني سلطان، ما أغنى عني مالية. يا ليت أين الدنيا وملذاتها؟ وأين الحياة وشهواتها؟ يا ليتني قدمت حياتي. إخواني أبنائي، أي لهذا فأعدوا. ما هذه التي في حقيبة أعمالي يا ترى؟ إنها حقيبة الشر، فكل ابن آدم ينقسم عمله إلى اثنان: الخير والشر. وما هذه التي هي في أعمال؟ إنها الصلاة، عماد الدين، فمن صلحت صلاته فقد صلح عمله، ومن فسدت صلاته فقد فسد عمله. وما الذي بقى هنا؟ إنها أعمالك الصالحة، أعمال الخير وأعمالك الطيبة. قال رسول الله: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، يأتي وقد ظلم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته إلى حسناتهم، حتى إذا نفذت أخذ من سيئاتهم إلى سيئاته، حتى يلقى في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا هذا، لقد شتمتني في الدنيا واعطني من حسناتك. متى شتمتك؟ خذ من حسناتي. يا هذا، لقد شتمتني في الدنيا فأتني من حسناتك. وأنت سببتك؟ لا درهم اليوم ولا دينار، فخذ من حسناتي يا هذا. وأنا ظلمتني في الدنيا فأتني بحسناتك، فإن نفذت حسناتك فخذ من سيئاتك وضعها مع سيئاتك. وأنت ظلمتك؟ اليوم لا درهم ولا دينار يا هذا، خذ من حسناتي. الحمد لله، لقد تخلصت من كل ذنوب، وبقيت لي الكثير من الحسنات، وإلا كفرت عن ذنوبي بأخذ سيئاتهم، ووضعت في حقيبة سيئاتي. الحمد لله، لقد نجوت بإذن الله بهذا العمل،
وتخلصت من كل السيئات والذنوب. لقد رجحت أعمالي الحسنة والطيبة عن سيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العظيم. إن الحسنات يذهبن السيئات. صدق الله العظيم. هاكم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي. صدق الله العظيم.